أحبة المشاهدين، معنا الفنانة المتألقة لقاء الخميسي. أهلا وسهلا بك ضيف على كاميرا قناة الحرية الفضائية، ونقول لكم ألف مبروك دورة هذا العام من مهرجان الإعلام العربي. هلا بيك وهلا بكل المتفرجين اللي بيتفرجوا علينا، وكل سنة وانتم طيبين. الله يخليك. حابين نسمع انطباعك حول دورة هذا العام من المهرجان وحول الأعمال التي شاركت من مسلسلات ومن برامج. والله اعتقد ان السنه دي برضو سنه متميزه في تقدم مستمر ان شاء الله، لانه اكيد احنا بنتعلم من الحاجات او السلبيات اللي بتحصل وبنقدم الاحسن. مهرجان زي ده ملتقى كبير للاعمال الفنيه العربيه، اعتقد انه من اهم المهرجانات اللي موجود، وبيبقى ملتقى الفنانين، احنا بنقابل بعض وبنتفرج على اعمال بعض، ودي فرصه جميله جدا وفرصه للتنافس، وفرصه ان احنا نقدم اقوى كل سنه اعمال اقوى من اللي بعدها. نعم. رجل الستات، ماذا تتوقعي له من خلال دورة هذا العام من المهرجان؟ الحمد لله هو لاقى نجاح كبير مع الجمهور، ويا رب ان شاء الله النهارده هنشوف هناخد ايه، ربنا يسهل. بالموفقية والنجاح ان شاء الله الله. يخليك. محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك، اهلا وسهلا بك ضيف على كاميرا قناة الحرية. الرياضي المشهور المعروف، جمهور العراق يحييك ويرحب بك ويقول لك الف مبروك على دورة هذا العام من المهرجان. حابين نسمع انطباعك حول الميديا العربية والفن العربي بشكل عام، بغض النظر عن انت مع لا طبعا انا سعيد جدا بوجودكم هنا في مصر السنه دي، وبشكركم جدا، واتمنى لكم ان شاء الله مزيد من التالق باذن الله والتفوق. هو طبعا احنا متعودين على مصر ان هي تعمل حاجات جميله بالشكل دوت وتستضيف مهرجانات العرب. ده ال 14 وانا شايف ان في تغيير تماما عن المهرجانات اللي قبل كده. اكيد مهرجان بيلم كل الفنانين العرب وكل الناس المتخصصه بمجال الفن. ان شاء الله يبقى السنه دي كل الناس تبقى سعيده وتاخد جوائز، وكل سنه يبدعوا ويتالقوا علشان ياخدوا جوائز مهمه في مهرجان مهم. انا شايف ان كمان الاعمال السنه دي اعمال مهمه، وسعيد جدا بفوز لقاء بجائزه مهمه هي احسن ممثله كوميديه في راجل وست ستات. فانا جاي النهارده بشارك فرحتها وجاي ابارك لها، وان شاء الله كل سنه ان شاء الله هنخش المسابقه وناخد جوائز باذن الله ان شاء الله. بالختام نقول لك الف مبروك لقاء والف مبروك لكم جميعا. ميرسي جدا، ميرسي، باي باي. شكرا جزيلا.